أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست خطواتي. جاتلي مشكلة من إحدى المستمعين، بتقولي إن هي عندها ابن عنده في أواخر العشرينات، خريج كلية مع مؤهل حلو، كان بيشتغل وحصلت مشاكل كتير في الشغل. والولد ساب شغله. بتقولي إن هو من بعد ما ساب شغله قعد يدور على أشغال كتير، ملقاش. ما لقاش حاجة مناسبة ليه أو حاجة هو كان بيحلم بيها. بتقول لي ابتدى مع الوقت من كتر ما يدور وما يلاقيش أصاب بالاكتئاب، ابتدى ينعزل عن العالم، بقى قاعد في أوضته 24 ساعة. كل ما تقوله طب انزل دور، طب روح مع صحابك، طب فكر في مشروع أساعدك فيه، الولد يقول لها وإيه اللازمة، ما أنا في الآخر هموت. الولد امتلكه نوع من أنواع اليأس بسبب اكتئاب وانعزال، بسبب أحداث حصلت كتير. بعد ما حكيت لي المشكلة دي، فكرتني بفيلم شفته فكرني بالمشكلة دي. مختصر الفيلم إن في راجل وابنه راحوا السوبر ماركت يجيبوا حاجات لبيتهم يعني. وهم بيجيبوا الحاجات في السوبر ماركت سمعوا صوت سويت وصوت هبد وفي دوشة بره. طلعوا يبصوا لقوا وحوش غريبة بتهجم على المنطقة هناك، والناس بتهرب ووحوش بتحاول تاكلهم. فقفلوا على نفسهم السوبر ماركت، كل الناس يعني اللي في السوبر ماركت، وحاولوا ان هم يستخبوا لغاية ما الدنيا يشوفوا هتمشي ازاي. طبعا ناس حاولت تستنجد بالسوبر ماركت يفتحوا لهم المحل عشان الناس تخش تهرب، محدش راضي يفتح. قعد الموضوع لغاية اخر الليل، ابتدت الوحوش تهاجم المحلات والاماكن، تخش على البيوت وتخش على السوبر ماركت. كان في وحش دخل من الباب اللي من ورا، قعد يكسر في الباب لغاية ما حاول يخش، وبالفعل موت 2. بس الناس اللي في السوبر ماركت حاولوا ان هم يقتلوا الوحش، يعني الوحش مشوه يعني، وقفلوا المكان. فالمهم ابتدت الناس بقى جوه تبتدي يجيلها بانيك اتاك، والناس بقت مرعوبة. ففي واحدة ست في السوبر ماركت قالت لهم أنا لازم أمشي، أنا سايبة بنتي عندها 8 سنين ماسكة أختها اللي عندها 4 سنين، فأنا لازم أروح لهم. فكل الناس قالوا لها لأ طبعا، إزاي هتطلعي وتروحي، الموضوع فيه ريسك، والدنيا كمان ضلمت وضباب ووحوش، اللي انتي بتعمليه ده مش منطقي وممكن تموتي. فقالت لهم لأ، مش مشكلة أنا أموت، بس المهم يعني أنا ما عنديش مشكلة، أهم حاجة عندي بناتي. في واحد قال لها ما ينفعش تطلعي لوحدك، حاولي تشوفي حد يجي معاكي يطلع معاكي. كلمت كل اللي في السوبر ماركت ومن ضمنهم الراجل وابنه، محدش رضي طبعا. قالوا لها احنا مش هناخد الريسك ونطلع، انتي عندك حاجة اطلعي انتي، احنا مش هنطلع. وفعلا الست دي بصت لهم كلهم كده، بصت يعني شكرا ان انتوا محدش عايز يطلع معايا او يساعدني. فعلا طلعت بالليل في الضباب، كلهم كانوا بيبصوا عليها مستنيين بقى ان الوحش ياكلها. دخلت مشيت في الطريق لغاية ما اختفت وسط الضباب. طبعا الست دي محدش عارف هي وصلت لإيه أو حصل لها إيه. الناس رجعت تاني مقفول عليها باب السوبر ماركت، وحوش بتحاول تهاجم السوبر ماركت، كل ده خلال الوقت. ففي ناس قالت لك احنا مش هينفع نقعد كده، احنا لازم نهرب. يعني السوبر ماركت مكان مقفول ان الوحش يهاجم عليه، يعني مش سهل ان احنا نهرب. ففي الراجل وابنه اللي انا بحكي لكم عليه من اول القصه، كان معاه شابه واتنين كبار في السن. قالوا له احنا هنطلع نركب العربيه ونهرب من المكان اللي فيه الوحوش عماله تهاجم علينا. وفعلا اخدوا العربيه وابتدوا يتحركوا، الدنيا ضلمه وعمالين يمشوا يمشوا يمشوا. بعد كده لقوا البنزين العربيه خلص، مفيش اكل. الوحوش سامعين صوت الناس عماله تصوت ووحوش وزعيق جامد. لقوا نفسهم خلاص، يا الوحوش هتاكلنا لان العربيه ما فيهاش بنزين، يا اما احنا هنموت من الجوع. حسوا باليأس متملكهم من كل ناحيه. فالشابه قالت احنا مش هينفع نعيش بالوضع ده، احنا لازم نموت.
فالراجل بص لابنه كده، طيب الولد ده ذنبه ايه؟ فقالت له بص، احنا لو ما متناش بالوحوش هنموت من الجوع، فاحنا لازم نخلص من حياتنا احسن من الوحوش تاكلنا. فما كانش معاهم غير مسدس، فبص للمسدس كده للراجل ده وطلع كده يشوف عدد الرصاصات، لقى عدد الرصاصات 4 وهم 5 أشخاص. ف الراجل قال لهم خلاص أنا يعني هموتكم عشان تخلصوا من حياتكم، وأنا هنتحر بعد كده، هرمي نفسي من فوق الجبل. هو الأول كان متردد، يعني هقتل ابني وأقتل الشابة وأقتل الناس يعني، بس قالوا لا احنا لازم نموت، احنا نموت احسن بمزاجنا ولا ان الوحش ياكلنا ونتبهدل. ففعلا الراجل مسك المسدس، قتل ابنه وقتل الشابة الصغيرة والراجل والست الكبار اللي كانوا معاه. اول ما قتلهم ابتدت تجيله هستيريا، انا ايه اللي عملته ده، وقعد يعيط ويصوت، حاول يضرب نفسه بالمسدس، طبعا مفيش رصاصات. طلع على حافة جبل هناك، الاماكن هناك في جايبينه ان هو خلاص يعني في حافه ان هو يرمي نفسه، لسه يبتدي يرمي نفسه وهو منهار وبيعيط. سمع صوت عربيات جايه، لقى عربيات الجيش محمله ناس كتيره وبتحاول تخليهم من المدينه، ومن ضمنهم الست اللي في اول الفيلم قالت لهم عايزه حد يجي يساعدني ان انا يعني اروح لبناتي. لقى الست دي ماسكة بناتها الاتنين وبتبص له بصرة انتصار، بتقول له أنا انتصرت وعرفت أوصل لبناتي وكمان طلعت من المدينة. هو كل ده وهو بيبص لها بلحظة انهيار وحسرة. الراجل ما بين قتل الناس وما بين خروج العربيات ما كملتش دقيقة. الراجل ده لو كان استنى دقيقة كان ممكن ابنه والمجموعة اللي معاه كانوا زمانهم دلوقتي ركبوا العربيات واتنقذوا من الوحوش وطلعوا من برّه المدينة خالص. فرق الدقيقة دي كان ممكن يغيّر حياتهم. اللي أنا عايزة أوصّله إن الراجل ده أُصاب هو والمجموعة اللي معاه باليأس. خلاص فقدوا الأمل، ما فيش أكل، في وحوش، ما فيش بنزين في العربية، الدنيا ضلمة، كل الظروف بتقول إن خلاص ما فيش مفر. الراجل ده هو والمجموعة اللي معاه لمّا أُصابوا باليأس وفقدوا الأمل قرروا إن هم ينتحروا. لكن الست كان عندها أمل تلاقي بناتها وتوصل لهم وتطلع بيهم لبر الأمان. هو إيه يأس؟ اليأس هو إن أنا بافقد الأمل في إن أنا أحقق حاجة أنا كنت عايزة أعملها. اليأس بيودي للاكتئاب ثم الانتحار، مش انتحار جسدي، في ناس بتموت وهي عايشة، لكن الست كان عندها أمل، كان عندها أمل لآخر لحظة إن هي توصل لبناتها. في حاجات كتير أوي في حياتنا وحوش، ظروف، أشخاص، الظروف المحيطة بينا، وخاصة في الوقت اللي احنا عايشينه دلوقتي كل الظروف واللي بنشوفه في العالم بيصيبنا باليأس. الناس اللي بتموت وبتفقد حياتها من غير سبب، المجاعات اللي بقت بتحصل، الظروف الاقتصادية، انهيار دول، ناس في يوم وليلة حياتهم بتتغير، كل ده بيخلي الناس تفقد الأمل. لما بتفقد الأمل بتبتدي تصاب باليأس وتقول أنا عايشة ليه، زي الشاب اللي مامته بعتت لنا مشكلتها. انت قلت ان الحياة هتنتهي وانا هموت، ومهما عملت كده كده انا هموت في الاخر. ليه؟ هو احنا لو جايين عشان نموت يبقى ملهاش لازمة الحياة؟ هو احنا جايين نتعذب في الدنيا؟ لا، احنا مش جايين نتعذب، احنا جايين ولينا رسالة ولينا هدف. الظروف بره بتقولك ان الدنيا وحشة، كل حاجة عاملة زي الوحوش، عمالة تاكل فينا وبتاكل في حياتنا، تاكل في أحلامنا. لكن يا ترى هنفضل واقفين قدام الوحوش دي
ونقول لهم اتفضلوا تعالَ كُلنا؟ لأ، ما تسمحش لوحش اليأس ياكلك، حُط هدف. الست اللي في الفيلم كانت حاطة هدف بناتها، طلعت في عز الليل لوحدها، الدنيا ضلمة وفي وحوش كتير أوي، أوي، أوي حواليها، بس الهدف اللي هي كانت حاطاه هو اللي خلّاها توصل لهم وتحارب عشانهم، حاربت حاربت الوحوش وحاربت خوفها وحاربت الوحدة، ما عندهاش حد يسندها، لكن طلعت وصلت لبناتها، وصلت لهم وأخدتهم وطلعت بيهم لبر الأمان. الإنسان لو فكر في هدفه في الحياة أو رسالتي إيه أو أنا جاي ليه الدنيا، مهما كانت الوحوش اللي هتقابله في حياته مش هيفقد الأمل. في وحش 2 10 هعدي وهوصل. ما تقولش الدنيا مش هتديني اللي أنا عايزه، هي فعلا الدنيا مش هتديك اللي أنت عايزه، أنت محتاج تحارب عشان توصل للي أنت عايزه. مهما كانت الظروف المحيطة بينا، لو كل الناس فكرت إن هي ما وصلتش للي هي عايزاه يبقى كل الناس هتموت. في حاجات كتير بنحاول نوصل لها بس مش بنعرف نوصل لها في الآخر، يبقى نحط أهداف تانية، أفكار تانية تقدر تخليني أقوم على رجلي. ما تقولش إن ربنا خلقنا وإحنا ملناش دور، لأ إحنا لينا دور كبير كمان في الحياة. أنا مش هسيب اليأس يتملكني، مش هسيب الاكتئاب والحزن والظروف الوحشة تاكلني، ما تتحولش تبقى زومبي. في ناس بجد أنا باشوفها هي ماشية وسطينا وعايشين، بس هُم من جواهم ميتين، ميتين لإن هُم فقدوا الأمل. سبب من أسباب اليأس وفقدان الأمل إن في ناس حوالينا بتضغطنا على حاجات ومتطلبات مش هاقدر أوصل لها، عشان دي حاجات وهمية. كان في حلقة كنت باتكلم فيها عن المظاهر الكذابة اللي موجودة في العالم حوالينا، يعني مثلًا تعالَ نبُص لأطفال غزة، الناس دي يعني الناس دي بتموت كل يوم، الموت واقف جنبها، بس عايشين وبيحاولوا وبيحاربوا. كان كلّهم ممكن ينتحروا ويقول لك خلاص ما هي الحياة خلصت، لأ، الناس دي كل يوم بتصحى وهي عندها أمل إن الدنيا تضبط والحياة تبقى أحسن. ما بالك أنت عندك إمكانيات وعندك ظروف ممكن أنت توظّفها في مصلحتك. إيه اللي بيخلّينا كل يوم نصحى من النوم؟ عشان في حاجة جديدة هنعملها، في ورانا مسؤوليات، ورانا أهداف عايزين نحققها. الأمل في الحياة هو اللي بيخلّينا نعيش، الأمل إن بُكرة هيكون أحسن، الأمل إن أنا أحقق هدف، إن أنا أوصل لحاجة، إن الهدف هاوصل له مهما طال الأيام، ومهما كانت الظروف، هاعدّيها، ولو ما عدّيتهاش هاعمل هدف يناسبني ويناسب الواقع اللي أنا عايش فيه. مهما كانت الظروف والوحوش اللي بتحاربنا، هنقف على رجلينا وهنكمّل، ومش هنخلّيه اليأس يقتلنا ويكسرنا، بالعكس إحنا اللي هنموّت اليأس وهنقول له إن في أمل. ما بين اليأس والاكتئاب والانتحار شعرة، مش انتحار جسدي، انتحار نفسي. ما تسمحش لليأس، وحش اليأس ياكلك، حاربه وقف قصاده، قُل له لسه في أمل. أتمنى لكم يوم، أيام وسنين كلّها أمل وحياة.